إلى رئاسة الجمهورية وإلى رئاسة الوزراء للمطالبة بحقوق الموظفين التي بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود مع قيادة الوزارة في عدم تجاوبها مع التجاوب الجدي مع مطالبنا، والتي تتركز في الكادر، إيجاد كادر لموظفي وزارة الخارجية كغيرهم من الدبلوماسيين في العالم، بالإضافة إلى تسوية أوضاع الموظفين بناء على قرار مجلس الوزراء الخاص المتعلق بتسوية أوضاع الموظفين، والتي عمل به كثير من المؤسسات. نحن للأسف لم نلجأ لهذا الإضراب إلا بعد أن تسكرت أمامنا كل السبل. سنظل مضربين في الوزارة، سنظل مستمرين في المسيرات إلى أن تتحقق مطالبنا، وهي مطالب مشروعة لجميع أوضاع الموظفين. أصبح عدم تجاوب قيادة الوزارة مع هذه المطالب أدى إلى تدهور وضع وزارة الخارجية سواء في البعثات أو في الديوان، بالإضافة إلى تشكيل سمعة سيئة لموظفي وزارة الخارجية وللدبلوماسيين في جميع العالم بسبب تجاهل قيادة الوزارة لهذه المطالب. سنظل مضربين وسنصعد بكل الوسائل المشروعة إلى أن تحقق مطالب.